نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا لينوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، برنامج ساعة شباب. أسبوع أشبه ما يكون يعني بأسبوع حزين شوي. ستعرفون السبب إن شاء الله في الفقرة الأخيرة لهذا اليوم. قبل أن نبدأ في الفقرة الأولى لهذا البرنامج المبارك، دعونا نرحب باسمي وباسمكم بالمذيع المتألق دائما عبد الرحمن برهان أبو تركي. حياك الله. حياك الله أخوي أبو صقر، وأنا أختلف معك. كان أسبوع يعني مثل بقية الأسابيع، ولكن دعونا أيضا نتعرف لماذا كان أسبوع حزين على أبو صقر. ولكن في نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل وإياكم إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة. وقبل أن ننتقل لابد أن نذكركم بأنه يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر صفحاتنا في الفيسبوك وقناتنا في اليوتيوب. إلى أولى فقراتنا لهذه الحلقة وجلسة سمر. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الأولى وفقرة جلسة سمر. موضوعنا اليوم مهم جدا ويهم بالأخص الشباب. موضوعنا عبد الرحمن اليوم الشباب والعمل. نعم. الشباب والعمل. ستدور الفقرة هذه حول كيفية ربط العمل مع العلم، وكيفية الحصول كيفية ما هو السن المناسب لعمل الشباب، وكيفية دمج العلم والعمل. سنتناقش في محاور كثيرة جدا، لكن دعنا نذكر شيء مهم، أن العمل في سن الشباب هو شيء جميل جدا، ويعني شيء يطمح له أي شاب أنه يبدأ في العمل ويعتمد على نفسه منذ الصغر. يعني يوصل سن معين ويأخذ خلاص يبدأ يعتمد على نفسه، بدل من أبوه مثلا يصرف عليه أو أمه تصرف عليه أو أيا كان مسؤول عنه يصرف عليه، يبدأ يعتمد على نفسه ويبحث عن عمل. لكن دعني يا عبد الرحمن أسألك سؤال مهم جدا. ما هو السن المناسب للعمل للشباب؟ يعني مثلا واحد يقول لك والله يا أخي أنا أشوف يعني ما أدري إيش هو السن المناسب ممكن للشاب أن يبدأ فيه العمل. أنا برأيي هذا الموضوع يعتمد على نوعية الشاب وطريقة تربية الآباء لابنهم. فمثلا عندك بعض الأطفال تتم تربيتهم على أنه منذ صغره هو يعني يصاحب والده في العمل، سواء كان والده لديه مثلا دكان خاص أو عمل خاص، وأيضا كان موظف في مكان ما، فبالتالي يصطحبه معه أو مثلا يلحقه ببرامج مثل البرامج الكشافة، برامج الحلقات، برامج الملتقيات الصيفية. هذه كلها أمور يعني تعزز في الشاب هذا الموضوع، تعزز في الشاب أنه لابد أن يقدم خدمة للمجتمع. يعني عمل الشباب خصوصا في سن مبكرة ليس الهدف منه هو مادة أبدا، إنما الهدف منه هي ترسيخ جانب الاعتماد على النفس، جانب القيادة، جانب التأثير في المجتمع في داخل الطفل الصغير. فينشأ هذا الطفل الصغير على أن يعتمد على نفسه أولا، وثاني على أن يضيف خدمة أو يضيف إضافة إيجابية لمجتمعه. فبالتالي هذا أمر مهم لابد أن يعني يوضع في الحسبان. السن المناسب لعمل الشاب كما ذكرنا يا أبو صقر أنه يعني يعتمد على الشاب. فبالتالي لو وجدنا أنه في شاب منذ صغره والداه رباه على أنه يعني ما يكون في البيت 24 ساعة، يعني يطلع يخالط المجتمع ولكن بحدود، يعني متى يخرج ومتى يدخل، هذه كل أمور تحدد.
يعني قوانين معينة وقوانين صغيرة، وبالتالي يعني يعلمون الآباء متى يعني يخرج ومتى يدخل. هذا ممكن نقول انه يعني السن ال15 وما دون ذلك وما حدود ذلك، هذه كلها امور يعني هذه كلها امور مناسبه لسنه. نعم. نعم. ايضا ممكن انك انت مثلا في عمر ال 15 سنه يعني مثلا او 14 تبدا توكل اليه مهام مثلا منزليه، مثلا كشراء مثلا اغراء الخبز والحليب، ومثلا يصير مثلا مسؤول عن مثلا فاتوره الكهرباء، يتابعها فاتوره الغاز وما الى ذلك. يبدا انت تبدا توكله امور بسيطه منزليه، بحيث انه هو يتدرج حبه 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 مثلا الى يصل مثلا عمر 18 19 يبدا مثلا يقود السياره، يحصل على رخصه، يجيب مثلا اخته الصغيره من المدرسه، اخته الكبيره من الجامعه. يبدا خلاص يتنقل. تبدا انت تعطيه المهام حبه حبه، تبدا من المنزل، تبدا حبه حبه، وتبدا تاخذ تعطيه المهام حبه ورا حبه، بحيث انه هو خلاص يصل مثلا لسن ال 18 الا هو جاهز خلاص، حطيته في وظيفه قد هو ايش سابقا متعود على انه يعمل، ومتعود انه توكل اليه مهام. نعم، توكل اليه مهام. هذا اللي انا قصدته بالضبط، انه الاباء هم الذين يرسون في الشاب حب الاعتماد على النفس. طيب لو جينا قلنا لك كيفيه تمكين الشباب واستخدامهم في طاقات العمل، بمعنى انه كيف ممكن للمجتمع خصوصا من هم في سن يعني متقدمه مثل سن 30 و40، كيف يمكن ان يعني يغرزوا في الشباب حب العمل وحب خدمه المجتمع؟ طيب هذه زي ما قلت لك هذه ستعتمد على ايش؟ ان هذه خطه طويله. نعم. انت عشان تبني في شخص مثلا انه يحب العمل ويحب، ما يصلح مثلا انت تجيب لي واحد مثلا عمره 23 طول السنوات هذه معتمد على ابيه، ما يتحرك، ما غير يروح المدرسه ويرجع، وامه تحل له مثلا الواجب والاكل يلقاه مدري ايش وزي كذا، ثم تجي تقول لي في 23 حطيتها في عمل، وجاي يقول لك والله يا اخي انا صراحه قاعد اشوف ان العمل غير مناسب لي. هذا طبيعي، لكن الاب والام والعائله بشكل عام عندما يوكلون اليه مهام منذ الصغر ويبدا يعطوه حبه 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 حبه، ستجد انه خلاص في 23 هو اصلا متحمس انه يعمل، حتى لو وصل الى العمل تلقى عنده طاقه، ما ينزعج من الموضوع. ايش هو العمل؟ ايش هو اللي انا المدير اعطاني اوراق قاعد يقول لي عندك مهام سوي كذا وكذا، ما تعود على الكلام هذا. لكن عندما تجد ان الواحد اصلا متعود منذ الصغر انه توكل اليه مهام ويخلصها، تبدا خلاص يصير متعود. فالدور على اللي فوقه مثلا من الناس اصحاب الاعمار المتقدمه والخبره الطويله في العمل انه يحفز. هذا مثلا شاب جديد داخل في العمل متمكن، يبدا يحفزه. انا مثلا كمدير ابدا احفز الناس اللي حولي كان مرتبه يعني اقل مني مرتبه او اقل مني عمرا، ابدا احفزهم واحبب اليهم العمل، يعني ابث فيهم روح العمل، روح الشباب، روح الأخوة. فالعامل الاول اللي اراه انا مثلا للناس الاكبر مننا سنا هو عامل التحفيز، انك تحفز من حولك. نعم. فهمت؟ نعم. اي فالتحفيز هو العامل المهم. نعم. طيب جميل. قد يتحدث بعض الشباب يا ابو صقر بانه هذه الفتره ليست فتره عمل، وانما هي فتره علم وفتره دراسه وفتره تطوير من المهارات الشخصيه، ليست عن طريق العمل وانما عن طريق يعني استقبال وتلقي المعلومات من المدرسه الى يعني الثانوي الى الجامعه، وايضا بعض الناس يعني يطورها الى مرحله البكالوريوس والماجستير، عفوا الماجستير والدكتوراه. هذه كلها امور قد يتحدث بها الشاب انه يقول يا اخي والله العظيم يعني هذه الامور ممكن تعطيني انا عن علمي، فبالتالي انا اتفرغ للعلم بشكل كامل واتلقى مثلا المصروف من الوالد، من الدوله، من الجامعه، بعد ذلك انا بعد ما اتخرج ان شاء الله يعني اتفرغ للعمل واتفرغ لحياتي الخاصه والحياه المهنيه. ما رايك في ذلك ابو صقر؟ والله انا اشوف ايش احسن من انك انت تتلقى العلم وتطبقه. جميل. مثلا مهندس مدني على سبيل المثال، انا قاعد اتعلم مثلا الهندسه المدنيه، انا ماني مهندس، ما انا عارف المواد، المهم انك تتعلم الهندسه المدنيه. نعم. ومثلا تطبق. جميل. او انك مثلا تروح عند مشروع تبدا
تجلس مثلا تشوف آلية تفاصيل المشروع وما ادري ايش. انا ما ودي اتكلم في علم يعني مالي، بس اني قاعد اعطيك يعني صوره عامه بشكل عام، نعم، بشكل واضح. نعم. اي بشكل واضح، انه مثلا انت تشوف المشروع تبدا تشوف التفاصيل، تبدا تسال، تروح عند مثلا المهندس، انت توك طالب، تقول له والله انا طالب، تجي معك ورقه والله كذا وكذا، ويبدا تاخذ وتبدا حبه حبه مثلا تطبق، تاخذ شيء يعني اقل منك. فالتطبيق مع يعني تلقي العلم وتطبيقه في نفس الوقت، هذا مع الوقت يعني اذا صار المده طويله خلاص بيصير عندك انت تتخرج من هنا تفاهم جاهز، معك شهادات خبره ومعك علم انت طبقته. فانت بالعكس بتصير انك انت مرغوب اكثر للشركات وللقطاع العامه اكثر من اللي معاه شهاده. ممكن تقول انا والله الشهاده اللي كنت ماخذها والعلم اللي درسته انا طبقته. فهمت علي؟ نعم. فانا اشوف ان هذا هو يعني امر مناسب. قد لا يكون هذا الكلام يعني مجرد تنظير، انه يعني صعب جدا تجد شخص يدرس في تخصصه ويجد وظيفه في تخصصه يكسب منها مقابل مادي وايضا تزيد من خبراته. هذا كله انا اعتقد انه، او بعض الشباب قد يقول انه كلام تنظير. يعني وين هذه الفرصه العظيمه اللي نجدها؟ غالبا ما تجد الشخص يعني يتوظف في مكان لا يناسب تخصصه. يعني فقط الفائده الوحيده من الوظيفه في اثناء الدراسه هي يعني توفير الماده، حتى يعني يبدا الشاب ان يعتمد على نفسه من بدايه سن يعني الرشد، ويبدا يستعد ويعتمد على نفسه. ما رايك في ذلك ابو صقر؟ والله انا اشوف صراحه اذا كان المال هو العائق، يعني مثلا انك انت مثلا انا والله اللي يصرف علي يعني استطاعته كافيه انه هو يصرف علي وانا بس ادرس، فهذا امر جيد. نعم. لان احيانا العمل ياخذ الوقت الكثير فيؤثر على مثلا درجاتي في الجامعه، درجاتي في المدرسه، ايا كان. فاحيانا اذا كان العائق مادي والاب مثلا يستطيع انه يغطي بحيث ان الابن يدرس وانا اصرف عليه، فهذا امر جيد. يصير انت ما عندك نقص، انت بس الان كيف ممكن يوفق بينها الشاب؟ اي احنا ننظر للشيء اللي انت فيك لا يعني ملزوم عليه. نعم. يعني هل انا مثلا قاعد اعمل على اساس قاعد اعمل عشان اساعد ابي لان ماديته صعبه؟ جميل، هذا ممكن هدف. اي هدف جميل. اما انا قاعد اقول لك اذا هو مثلا يبغى يساعد ابوه بحيث انه يخفف عليه الضغط وابوه يستطيع، فانا اقول له اترك العمل وركز على دراستك، لانها كلها 4 سنوات، هي سنوات الجامعه 4 سنوات ركز فيها في العمل. واذا استطعت انك تدور لك على شغله خفيفه بحيث انها هي ما تعطلك عن العلم. انت ما بشتغل لك مثلا 20 ساعه وبيصير عندي 4 ساعات مثلا وبتاثر على معدلي. يعني انت تشوف انه الاصل انه الشاب في هذه الفتره يتعلم ومن ثم يعني اذا توفر انك انت تعمل في نفس الوقت وتطبق اللي عليك فنعم بها. اما اذا كان سيؤثر على هدفك الرئيسي وهو الدراسه وانت متمكن فيها وماشي امورك تمام، انا اقول توقف عن العمل. جميل. توقف على العمل، خلص، هي كلها 4 سنوات اصلا، خلص 4 سنوات ثم اشتغل. جميل جدا. طيب خلينا يعني ننتقل الى محور اخر ابو صقر، وهو بالحديث عن العلم. هل ينتهي العلم بمجرد تلقيك وظيفه مناسبه؟ هذا الشاب تخرج كمهندس مدني كما ذكرت ولقى الوظيفه المناسبه، الى هنا ينتهي تعلمه للهندسه المدنيه ومعلومات الهندسه المدنيه، ولا يعني هي يعني العلم مستمر معك ما دمت تعمل في نفس في المجال؟ والله انا في وجهه نظري ارى ان هذا الامر يعتمد على همه الشخص. جميل. يعني الانسان يضع له مثلا خطه طويله ويقول لك يعني مثلا في بعض الشباب وفي بعض الشباب والله همته يقول لك انا والله بخلص ال4 سنوات حق الجامعه هذه وباليالله ثم خلاص لا ما راح افتح كتاب، بعدها ما راح افتح كتاب. نعم. البعض يقول لك لا والله انا الى الدكتوراه وبصير بروفيسور وبوصل الى مستوى انا اطمح له، حتى وان توفر بعد تخرج من الجامعه مبلغ او وظيفه مناسبه بمبلغ ضخم، لان الهمه اللي عنده همه سيصل. ما شاء الله. اذا دعنا يا ابو صقر نكتفي بهذا القدر بالحديث عن العمل والشباب، وهو موضوع شائق. يعني انا اشوف نحن نتكلم عنها في الحلقه الجايه لانه في محاور كثير ما غطيناها مهمه جدا. نعم. طيب مشاهدينا الكرام، دعنا نكتفي بهذا القدر وننتقل الى فقرتنا
الثانية وحول العالم. طيب حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. اليوم دولتنا هي دولة الصومال، الصومال الحبيبة، وعندنا كثير طبعا من الأصدقاء الصوماليين ما شاء الله، أنعم بهم وأكرم، ما شاء الله تبارك الرحمن، يمتازون الشعب هذا بالكرم. أنا والله صراحة قاعد أتكلم من خلال تجربة، يعني صراحة لاحظنا فيهم الكرم وحسن الخلق، وأيضا ما شاء الله يعني أغلبهم يغلب عليهم الحياء والاحترام. صحيح ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب، وأيضا نقطة مهمة قبل أن تشرع يا أبو صقر في بداية ذكر المعلومات عن الصومال، الصوماليين أيضا يتميزون بالاجتماعية ما شاء الله. أيوة، يعني سبحان الله ما تجدهم في مكان إلا وتجد يعني مجموعات ما بينهم، يعني وتجدهم مساندين يعني لبعض البعض بشكل كبير جدا، فهذا الشيء تميزوا عن غيرهم. نعم. الجاليات الصومالية في جميع دول العالم يعني من أقوى الجاليات. طيب طبعا دولة الصومال كانت تعرف سابقا بالصومال، جمهورية الصومال الديمقراطية. هي دولة عربية في منطقة القرن الافريقي في شرق افريقيا، ويحدها من الشمال الغربي جيبوتي، ومن الجنوب الغربي كينيا، ومن الشمال خليج عدن، ومن الشرق المحيط الهندي، ومن الغرب اثيوبيا. تملك الصومال حدود بحرية، تملك أطول حدود بحرية في قارة إفريقيا. ما شاء الله تبارك الرحمن. الصومال تملك أطول حدود بحرية في قارة إفريقيا. طبعا تضاريسها بين الهضاب والسهول والمرتفعات. مناخها صحراوي حار جدا على مدار السنة، مع بعض الرياح الموسمية والأمطار الغير المنتظمة. على مدار السنة يا عبد الرحمن حرارة شديدة جدا، لكن في بعض المواسم تكون فيه رياح، ونسبة هطول الأمطار منتظمة، يعني غير منتظمة. يعني تلقى مثلا والله خلال شهرين ينزل مرة ومرة، يعني غير منتظمة نسبة هطول الأمطار. نعم. طيب، ومن المشهور أيضا بصقر أنه الصومال قديما كانت من أغنى دول العالم، وكانت يعني في هناك مراكز منها تعد من أكبر مراكز التجارة العالمية، إلا أنه عندما ينظر الآن في حال الصومال يعني يعلم أن دوام الحال من المحال، ويعني كل شيء مصيره لزوال غير ربه وصالح الأعمال. كان شمال شرق الصومال قديما أحد أهم مراكز التجارة العالمية بين دول العالم، حيث كانت البحارة والتجار الصوماليين يتاجرون في البخور واللبان، والذي يعني يطلق عليه في تلك المنطقة المستكة، وهذه مصطلح معروف يعني يستخدم أيضا في اللغة التيغرينية، وأيضا عند الإثيوبيين. وعندنا نبات المر والتوابل التي كانت تعتبر من أقيم المنتجات في المنطقة الجنوبية من جزيرة العرب. وبالنسبة للمصريين القدماء أيضا والمايسونيين والبابليين، هؤلاء والله ما أعرف منهم صراحة، بس ولكنهم كانوا يعني أسماء معروفة. نعم. يعني في تلك الفترة. عندنا أيضا اللهم صل على محمد، يعني الذين ارتبطت بهم جميع القوافل التجارية الصومالية، وأقام الصوماليون معهم علاقات تجارية ضخمة وارتبطت بهم. وبالنسبة أيضا للعديد من المؤرخين ومدرسي التاريخ يرجح يعني أن يكون شمال شرق الصومال خصوصا علوما ومحيطا يعني زرعت بها شجرة البخور التي تدخل في مناطق مملكة البنط القديمة. يعني هؤلاء كلها، يعني هذه كلها معلومات يعني توضح مسامع المشاهدين أنه هذه الدولة الصومال كانت قديما من أثرى يعني دول العالم، وأيضا كانت يعني تصدر العالم يعني مصادر ومنتجات مهمة جدا، أهمها البخور واللبان وما شابه ذلك. نعم. دامك تكلمت على التجار، خلني أنا أنبه هنا عن يعني شيء مهم. يقول لك مع ميلاد الإسلام على الجهة المقابلة لسواحل الصومال المطلة على البحر الأحمر، تحول التجار المغتربين الصوماليين في شبه الجزيرة العربية تلقائيا إلى الإسلام. التجار اللي كانوا في السواحل الصومالية انتقلوا تلقائيا إلى الإسلام. جميل. ليش؟ ليش؟ لأنهم تعاملوا مع التجار المسلمين. أوه جميل. فأثر عليهم. ترى نقطة مهمة جدا يعني في تاريخ الصومال. التجار اللي كانوا في السواحل الصومالية من الصوماليين
انتقلوا إلى أو عانقوا الإسلام تلقائيا عندما تعاملوا مع التجار المسلمين. ليش؟ وجدوا فيهم الأمانة، الإخلاص في العمل، الوفاء، يعني وجدوا فيهم أمور حببت إليهم الإيمان وزينته في قلوبهم، فلذلك عانقوا الإسلام. نعم. جميل. طيب خلينا نتحدث يا أبو صقر عن القانون في الصومال. القانون في الصومال يا أبو صقر يتشكل من 3 خطوط عريضة، وهي القانون المدني والشريعة الإسلامية وأيضا القوانين العشائرية والأعراف التقليدية التي كانت موجودة في تلك المنطقة في بحر أحمر. نبدأ بالقانون المدني. على الرغم من الدمار الواسع يعني الذي حل بالنظام القضائي الصومالي في أعقاب سقوط نظام سياد بري الحاكم الذي أعاد تأسيس وهيكلة النظام القضائي الصومالي وتفعيله من جانب الحكومات المحلية، لدينا مثل حكومتي يعني الصومال وأرض البنط، يعني نجد أنه من رغم من الاختلافات السياسية التي كانت موجودة هناك، إلا أنه هذا النظام كان نظاما موجودا وقائما يا أبو صقر. عندنا أيضا من أهم يعني قوانين هذا النظام هو وجود دستور يعطي أولوية إصدار الأحكام النابعة من الشريعة الإسلامية والأحكام الفقهية، ومتفق عليه يعني جملة علماء المسلمين. وأيضا على الرغم من أن تحكيم الدين لا يتم به فعليا هناك، إلا أنه على الأقل أنها موجودة يعني في القانون المدني في تلك المنطقة. نعم. جميل. طيب أيضا خلينا ندخل على التعداد السكاني لمدينة أو جمهورية الصومال. يبلغ عدد سكان الصومال حوالي 9 مليون نسمة أو 10 مليون، عفوا 10 مليون نسمة. هو تعداد غير أكيد، تم احتسابه طبعا السكان تقريبا حوالي من 3 إلى 4 سنوات، فأكيد ما شاء الله في تزداد كبير جدا. واللهم صل على محمد، وصلوا إلى 10 مليون نسمة خلال هذا، بس التحديث هذا خلال 4 سنوات. أنا ما أدري عن صحتها صراحة، عشان الجمهور من الصومال لا صحيح إن شاء الله. طيب اللغة أيضا، اللغة الصومالية هي اللغة الرسمية، وهي أحد اللغات الكوشية التي هي فرع من فروع اللغات الإفريقية الآسيوية، وتعد أقرب اللغات للصومالية هي لغة عفار التي يتحدث بها أهل إثيوبيا وجيبوتي. أيضا كانت تدرس هذه اللغة في أكاديمية حول العالم، اللغة الصومالية، بس الكلام هذا قديم جدا. نعم. أيضا يا أبو صقر لو تحدثنا عن من أكثر ما يميز الشعب الصومالي أنهم تمسكهم بالدين الإسلامي تمسك قوي جدا وشديد، يعني ذكرنا يعني الإسلام الأمة القديمة يعني نعم الأمة السابقة. وهذا أيضا كان موجود، يعني عندما ذكرنا الفقرة السابقة أنه القانون الدولي أو دستور الحكومة الصومالية يعني تعتمد على 3 أمور، اللي هو القانون العرفي والقانون المدني وأيضا القانون الشرعي أو الشريعة الإسلامية. جميل. هنا نقول أن الشريعة الإسلامية لعبت دورا أساسيا في حياة المجتمع الصومالي. فكما ذكرنا أيضا طالما كانت الشريعة هي القاعدة الأساسية التي يؤخذ عنها القوانين أثناء وضع أي دستور من تلك الدساتير العديدة التي تشكلت على مدار تاريخ الحياة السياسية بالصومال، وذلك على الرغم من أن العمل فعليا بالشريعة الإسلامية لم يتخطى العمل بها في الأحوال المدنية فقط كما ذكرنا الفقرة السابقة، لأنه أيضا يعني تم اعتمادها في الأحوال المدنية مثل مسائل الزواج والطلاق، وأيضا لدينا حساب المواريث والمشاكل الأسرية الأخرى التي يعني لابد للشريعة أن تدخل فيها. وعندنا أيضا أمور قد تغيرت بعض الشيء بسبب الحروب الأهلية التي قامت هناك، إلا أنه ما زال الشعب الصومالي متمسك بالدين الإسلامي سواء داخل الصومال وأيضا خارجها. يعني نجد كثير من الجاليات الأخرى عندما يعني يذهبون ويترعرعون في الدول الأخرى نجد الدين يضعف سبحان الله، بسبب أنه التربية هناك يعني غير سليمة، وبسبب أنه الديانات الأخرى مخدومة بشكل كبير، والإسلام والجاليات الإسلامية تعتبر بالنسبة لتلك الدول أقليات. إلا أنه يعني المجتمع الصومالي بتكاتفه واجتماعيته كون أولا مجتمع صومالي مترابط بينهم، وأيضا يعني عزز القيمة الإسلامية وأيضا عزز الثقافة الإسلامية بين الشعب الصومالي. فبالتالي قلما تجد يعني من الصومال منهم يعني من تنصروا أو ما شابه ذلك، لأنه قاعدتهم قاعدة جيدة وقاعدة سوية. نعم. طيب اللهم صل على محمد.
الحديث عن دولة الصومال يعني جميل جدا. نعم. أنا كان ودي والله أن نستضيف أحد الشباب والله كثرهم يعني. والله كثيرين يعني. والله كثير. أنا كيف سبحان الله كانت جت بالي، وكثيرين يعني ممكن يعني يبادرون ويتحدثون عن الصومال وبكل رحابة صدر. بالعكس، وأيضا يميز أيضا الشعب الصومالي مهما أنه مثلا بعض يعني كثير من الصوماليين تغيرت جنسياتهم إلى جنسيات أخرى، إلا أنه تجدون يفتخر يقول أنا صومالي وأنتمي إلى الصومال. وإن كانت الصومال الآن يعني تعتبر دولة من الدول المتأخرة مقارنة بالدول الأخرى، إلا أنه الشعب الصومالي ما زال هو الذي يتمسك بهذه الدولة نظرا إلى أنهم يعتزون بها. مشاهدينا الكرام، كان حديثنا اليوم عن دولة الصومال الشقيقة الحبيبة. نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم إلى آخر فقراتنا، فابقوا معنا. يلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه الله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم، نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا، ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طول بهموم. وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الأخيرة، فقرة سبورتس. الفقرة يعني أنا احتمال في بعض الكلام ما أجاوب عليه، أسئلة من المذيع الثاني، لكن دعونا نبتدئ وإياكم الفقرة
ننتقل وياكم عفوا إلى فقرة سبورت، فابقوا معنا. إذا الفقرة المحببة لدى الجميع سبورتس، ونبتدئها بأول وأهم موضوع في هذه الحلقة، له هو خسارة فريق نادي الاتحاد أمام نادي الهلال في الكلاسيكو الأشهر عربيا، والذي قرب الهلال من الصدارة وبدأ يزرع والشك في ثقة جمهور الاتحاد وفي نادي الاتحاد أيضا على أنه هل فعلا الاتحاد حسم الدوري السعودي أم أن الاتحاد سوف يعود، أم أن الهلال أيضا له كلمته في هذا الدوري. طبعا الهلال الذي حاز على 4 بطولات من أصل 5 من آخر 5 سنوات ماضية، بالنسبة له هذه البطولة تقدم ولا تؤخر شيئا، لأنها على العكس تماما. البطولة للدوري، بطولة الدوري لفريق الاتحاد هي بطولة تعتبر حياة أو موت، كونه لم يفز بها منذ عام 2009. فبالتالي دعونا نفصل في الحديث عن المباراة وأسباب خسارة الاتحاد مع المذيع المتألق الاتحاد يا أبو صقر. حياك الله أبو صقر. حياك الله عبد الرحمن. أولا هارد لك للأمة الاتحادية جميعا. يعني ما نعرف، هارد لك طبعا لجمهور الاتحاد، ونبارك لهم إن شاء الله بالفوز في الدوري بعد 3 مباريات بإذن الله. يعني أنا أسباب بسيطة ما أعرف أنا إيش قصتها. أولا نبتدئ بحارس البديل، إصابة اللاعب مارسيل قروهي على نهاية الشوط الأول التي يعني أبكت مشجعي الاتحاد، وانتهى الشوط الأول 1-1 مع إصابة قروهي. الزملاء كانوا يتفرجون معي المباراة، فقلت أول ما طلع قروهي أقرأ نادي الاتحاد السلام، لأن يعني الحارس بنصف فريق. طلع قروهي ودخل لنا الأخ الحارس راكان النجار. يعني أنا أستغرب بالنقطة في الحارس راكان النجار، ما أدري إيش يعني. أنت لك 70 موسم بديل لمارسيل قروهي، 4 مواسم، يعني من أول ما قروهي بدأ يلعب إلى يومك هذا وهو الحارس البديل لمارسيل قروهي، أفضل حارس في الدوري السعودي. جميل. ما أنت عارف ترد كرة أشبه ما يكون تمريرة في الهدف الثالث. نعم أشبه ما يكون بتمريرة، ما أنت عارف يعني تردها. أنت يعني تتعلمها في التمرين من قروهي والله يا أخي. وأنت تشوف إنه سبب الخسارة هو خروج مارسيل قروهي ودخول راكان النجار. أي نعم. الحارس يوم خسر، يوم طلع خسرنا، يعني أشبه ما يكون بهضبة كبيرة كانت تسد في الخلف مع المدافع الكبير وزير الدفاع العربي أحمد حجازي. فيوم خرج قروهي أصبح العبء كله على حجازي. وأنا والله ما أخفيك سرا ولا يعني لن نتحفظ على الكلام، اللاعبين صراحة كان فيه استهتار. يعني أنا ما أدري هل هم مو عارفين أنهم في صدارة الدوري، أو أن المباراة هذه مفصلية، لو أنت فزت بفارق هدفين ستحمل اللقب، تلعب ببرود قاتل. نعم. لعيبة الهلال جاي من هزيمة من نهائي كأس الملك أمام الفيحاء، اللي طلع أمام الفيحاء، جاي ومعنوياته مهبوطة. فأشبه ما يكون أنه جاي يطلع الثأر هذا على نادي الاتحاد. بس احنا عشان ننبه، اللي طلعك من نهائي كأس الملك هو الفيحاء وليس الاتحاد، عشان تخرج بكامل غضبك أمام نادي الاتحاد. لكن احنا نود أن ننبه الجمهور الاتحاد لا تقلقون، أمامنا 3 جولات أشبه ما تكون بالنهائيات. وأطمن جمهور نادي الاتحاد بأن اللاعب مارسيل قروهي سيكون بإذن الله عز وجل جاهز لمباراة الطائي، و3 مباريات أشبه ما تكون بالنهائيات قدامنا الطائي، وبإذن الله سننتصر وسنرفع اللقب، ولن تفيدك 3 نقاط اللي فزت فيها أمام الاتحاد. طيب أنا بصفتي ممثل للجماهير الهلالية أقول لك يا أبو صقر أنه يعني أولا مبروك لجميع الأمة الهلالية، فوز مستحق وفوز كبير وفوز ساحق على نادي الاتحاد. وإن كان نادي الاتحاد من وجهة نظري هو النادي يعني الذي كان المفروض يعني يتفوق في هذه المباراة، يعني لو استغل الفرص التي أتيحت له، مثل فرص الكبيرة التي أتيحت للكابتن حمد الله. نجد أنه أيضا الفرصة التي أتيحت رومارينو، يعني ما شاء الله تبارك الله ما قصر. هو والله رومارينو هو اللي كان شايل الفريق ما شاء الله من عينات. يعني شيلكم على كتوفي، يقول لك يقول أشيلكم على كتوفي من الوقت، خايف عليكم من الطيح. والله شال جمهور الاتحاد على كتوفه. طيب
هذا بس مكان لا دعني انبه ولا اقطع كلامك. نعم. بالنسبه للاعب عبد الرزاق حمد الله يوم ضيع الهجمتين، انفراده كانت امام الباب مع الحارس المعيوف. نعم. والهجمه الثانيه انبرش لها اللاعب المدافع الهلال اسمه مين المدافع الهلال؟ عندنا مدافع، عندنا البليهي، علي البليهي. اي نعم البليهي يوم انبطح للكره وشال الهجمه. انا اقول لجمهور الاتحاد امثال هؤلاء اللاعبين، يعني انا اشبه حمد الله لاعب كبير، وانا ما اعتقد خلال 5 6 سنوات الماضيه ما جانا مهاجم مثله الا ممكن عمر السومه، لكن انا اعتقد ان غاب عنه توفيق الله عز وجل. فلذلك لا تضغطون على اللاعب، يكفي ان اللاعب هذا النصر والهلال كلهم ضده، فلا تضغطون عليه انتم جمهور الاتحاد، كونوا معه. وانا متاكد يعني بنسبه 90% الى 100% ان الحسم الدوري سيكون حمد الله ورومارينيو. غير هؤلاء الاثنين انا ما اعتقد ان في ناس في الاتحاد يعني كثير، لكن اعتقد هذول النجمين هم الابرز لحسم الدوري، فكونوا معهم جمهور الاتحاد. طيب هذه رساله توصل الى جمهور الاتحاد. ننتقل من الدوري السعودي الى الدوريات الخمس الكبرى، ولكن قبل الاتصال قبل الحديث عن الدوريات الخمس الكبرى دعونا نستقبل اولى اتصالاتنا في هذه الحلقة في فقرة سبورت. حياك الله أخوي، من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخوي، تفضل. من تكلمنا؟ محمد من السودان. محمد من السودان، حياك الله يا أخوي محمد، يا مرحبا، تفضل. الله يحييك ويبارك فيك. عطنا مشاركتك. أولا هارد لك لحبيبنا أبو صقر أنس. والله لا الحمد لله على كل حال يا أخي. ثانيا صراحة كلنا اشتينا للاتحاد، لأنه هو الفريق يعتبر هو الفريق غاب غوثين أو أدنى يعني إنه يكون هو البطل. صحيح. لكن الشخصية اللي كانت موجودة هي شخصية الهلال، يعني في الكلاسيكو الشخصية اللي كانت موجودة، وفي الميدان هي شخصية الهلال الزعيم زي ما يقولوا يعني. صحيح. من الملاحظات أيضا إنه هدفي الهلال، يعني الهدف الأول ما يلام عليه الحارس، لكن الهدف الثاني والثالث يلام عليه الطرف الأيمن في الاتحاد. نعم عجيب. صحيح، يعني كان في تقصير كبير من الطرف الأيمن للاتحاد، لأنه أولا هو غالبا إنه لياقته انتهت. الحاجة الثانية أخطر هجمات الهلال بدأت من الطرف الشمال الأيسر. نعم. نعم. يعني اللاعب البرازيلي ده ميشيل ما اسمه ميشائيل. نعم. أيوة صحيح. فأنا أظن إذا في لوم هو أول الملامين. طيب برأيك أستاذ محمد، هل يستطيع الاتحاد تحمل يعني هذه الضغوط والفوز بالثلاث مباريات القادمة، أم أنه الهلال سوف تكون له الكلمة؟ والله هذا يعتمد على المدرب صراحة. إذا كان المدرب يعني الآن الفريق حيكون مهزوز، فإذا صحيح. كان المدرب قدر إنه يعيد اللعيبة إلى وضعهم، أكيد الاتحاد حياخذ البطولة. أما إذا كان نفس التأثير اللي حصل لهم في مباراة الهلال فنبارك للهلال من الآن يعني. والله انت بتزعلنا منك يا استاذ محمد. والله يعني الدوري ما زال طويل صراحه. اي اول شيء جاب لك اتحاد يا محمد. اكيد يعني جمهور الاتحاد في كل مكان والله يا اخي. وين الجمهور يا جماعه الخير؟ يعني هذا الوقت وقتكم، لابد ان تتصلون يعني ما في وقت. يعني الهلال كان في مرشح لبطولة أكبر من هذا الوقت، فبالتالي ننتظر أيضا اتصالات من جماهير الهلال. شاكرين لك أستاذ محمد على هذه المشاركة الجميلة. الله يحييكم، موفقين إن شاء الله. ويعطيك العافية يا حبيبي. طيب هذا اتصال اتحاد، الاتصال الآن حاضر شكله هلالي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك الله. الاسم الكريم، من تكلمنا؟ معك أسامة إدريس من السعودية. يا مرحبا، الغالي جدا على القلب أسامة إدريس، يا مرحبا. حياك الله يا أبو صقر. أولا هارد لك. والله يا أحب أهني الأمة الهلالية بهذا الفوز. صراحة كان فوز بسيط جدا، ونادي الاتحاد احنا متعودين والله عليهم، يعني ذهاب وإياب السنة هذه. نعم. جدا بسيط.
والله يا اخي والدوري تفضل. والدوري ما ياخذونه الا الفرق الكبار يا ابو صقر، مع احترامي الشديد. طيب خلونا نعدل هذا الاتصال لانه ما راح انت على خير. يا اسامه اول شيء شكلك هلالي. اكيد طبعا. اي جميل، يعني الان صار في موازنه. طيب هل تشوف انه الهلال قادر على تحقيق الدوري الموسم هذا؟ والله ان شاء الله باذن الله. تعثر الاتحاد يعني آت لا محاله. اوه كلام كبير يا اسامه. جميل. طيب اللهم صل على محمد. نعم قلت الهلال سوف تفوز، يعني يفوز بلقب الدوري. طيب يعني انا اشوف صراحه انه يعني اذا كان الاتحاد يعني ممكن يخسر، فبالتالي الهلال صعب انه يفوز بالثلاث مباريات القادمه، كون عندك مواجهات صعبه مثل مواجهات الفتح والفيصلي. والله عاده الهلال ما يخذلنا في مثل هذه البطولات، يعني ان شاء الله باذن الله 3 مباريات مقدور عليها، واحنا متعودين على الدوري. اخر 5 سنوات ماخذين 4 دوري بعكس نادي الاتحاد اللي من 2009 يعني. سعود عبد الحميد كان في الثانوي، الله يعطيه العافيه. طيب يعطيك العافيه اخوي اسامه، وباذن الله نستقبل اتصالك بعد نهايه هذا الموسم، نشوف اذا هي حقق الدوري ولا الاتحاد. ان شاء الله احنا سنستضيفك يا اسامه في الحلقه الاخيره ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. اسامه غالي وعزيز، تعرف يعني الموضوع صعب، لكن ان شاء الله نخلص الحلقه ونتفاهم ان شاء الله مع اسامه على التليفون الخاص ان شاء الله. شكرا لك اخوي اسامه. الله يكرمك حبيبي اسامه، سعيدين صراحه بسماع صوتك. طيب حدثني عن السيتي. يعني مانشستر سيتي والدوري الانجليزي عندما حضر عندما حضر بيب جوارديولا الى الدوري الانجليزي، كثير من الاعلاميين الانجليز خصوصا الانجليز قالوا له يا بيب جوارديولا، هذه ليست اسبانيا وليست المانيا حتى تفوز بلقب الدوري الانجليزي كل موسم ورا موسم. عندما كان بيب جوارديولا مدرب لبرشلونه، كان الدوري الانجليزي باشبه ما يكون ببطوله يعني وديه. وايضا عندما ذهب الى الدوري الالماني، واساسا البايرن ميونخ هو الفريق الاكبر، يعني فاز بها بكل سهوله. عندما اتى الى الدوري الانجليزي قالوا له هنا توقف، هنا مكانك، هنا المنافسه بين اقل فريق واكبر فريق هي متساويه، لا يوجد فرق من الفرق، وان كان هناك فرق فبالتالي كبار فرق الدوري الانجليزي هم 6 و7 فرق، فبالتالي يعني نجد انه عندنا سيتي، يونايتد، تشيلسي، ارسنال، توتنهام، هذه كلها فرق يعني صعب جدا انك انت يعني تتفوق عليها كلها يعني تتفوق بلقب الدوري الانجليزي. ماذا كان رد بيب جوارديولا يا وصقر؟ والله ما ادري انا عن اي ريمونتادا اتكلم فيها، عن اي خبره وعن اي تبديل ناجح سواه جوارديولا. يعني مدرب كبير جدا، منظومه متفاهمه جدا مع بعضها، عن اي اسيست سواه دي بروين، وعن اي اسيست سواه رحيم ستيرلينج. يعني كانت مباراة عظيمة، كانت مباراة عظيمة بكافة تفاصيلها، وكأنه مانشستر سيتي تعلم الدرس من ريال مدريد وطبق هذا الدرس على ظهر استون فيلا، والمناسبة الذي مدربه فريق جيرارد، والذي كان سوف يهدي هذا اللقب لفريقه السابق فريق ليفربول. والله هارد لك جمهور ليفربول الكبير جدا، وهارد لك لجميع الجمهور. لكن دعنا على عجال عبد الرحمن، 3 أيام تفصلنا عن نهائي دوري أبطال أوروبا الكبير المرتقب. نعم. توقعاتك؟ والله أنا دائما الكفة، وإن كانت النهائيات لا يوجد فيها توقع، هي دائما 50-50، ولكن عندما يكون في طرف نهائي دوري أبطال أوروبا فريق مثل نادي ريال مدريد، فلا شك أن الكفة ترجح له نظرا لقراءة التاريخ، لأن احنا نتحدث عن 16 نهائي وصله ريال مدريد، فاز فيه ب13 لقب. يعني 13 لقب، أكثر من 70% من المرات اللي توصل فيها نهائي دوري أبطال أوروبا كان هو المرشح، وبالتالي أنا أرشح صراحة فوز ريال مدريد. وإن كانت المنظومة والمدرب وجميع خطوط اللاعبين تخدم ليفربول، إلا أنه ريال مدريد بشعاره بشخصيته الوحيدة قادر على هزيمة أي فريق في هذا العالم، وشاهدنا ذلك في دوري أبطال أوروبا الموسم هذا. طيب بالنسبة لي رأيي أنا، نعم. وتوقعاتي بإذن الله عز وجل وبإذن الذي لا تنام عينه، رغم
أن ريال مدريد عنده شخصية البطل. احنا قلنا تمنياتك، يعني توقعاتك مو تمنياتك. توقعاتي تميل للأحمر الكبير ليفربول، وبإذن الله عز وجل يفوز ليفربول ويفوز الاتحاد في نهاية هذه السنة. أنا أقول للجمهور الرياضي استمتعوا بهذه المباراة، واستمتعوا أخص باللقاء الكبير بين أفضل لاعب في هذه السنة كريم بنزيما وأفضل مدافع فان دايك. سيكون لقاء خاص استمتعوا به جدا. أنا أختلف معك بخصوص أفضل مدافع، ولكن هذا رأي أبو صقر أنقله عن أبو صقر أنه يقول انتظروا اللقاء المرتقب بين أفضل مدافع وأفضل مهاجم كريم بنزيما وفان دايك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الحامية اللي فيها أحداث كبيرة، وأعتقد أن الحلقة الماضية الحلقة القادمة والتي تليها سوف تكون أكثر متعة وأكثر فائدة وأكثر استمتاعا. ننتظركم مشاهدينا الكرام، لا تحرمونا من تواصلكم ومشاركاتكم وآرائكم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.